خليني اخد الفريق احمد شفيق. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. كيف قرأت تصريحات مدير الامن العام برفض طلب القبض على حضرتك وحضرتك موجود في دولة الامارات العربية؟ والله يا فندم انا اعتدت في المرحلة دي، يعني في السنتين اللي فاتوا دول، ومع السواد اللي احنا بنعيش فيه الحقيقة، والإظلام الكامل في كل ما هو يعني يرتبط ب يعني إعطاء الحق لصاحبه. اعتدت من حين لآخر كده أشاهد لمس الضوء تقول إن هناك يعني في ناس فيهم الخير وغير قابلين إلا إنهم يقولوا الحقيقة. أعتقد الراجل اللي قال هذا الكلام النهارده بناء على كلام الانتربول، ما يعني انا لا اعرفه ولا سمعت باسمه قبل كده، لكن اهي حاجات كده لمسات على الاقل بتخلي الواحد يعني يأسه فيما يدور يقل شويه. لا، هي المسألة انه كلامه على انه في ارتياب انه الموضوع سياسي وليس جنائي كما النيابة العامة او طلبت. شوف سيادتك، الموضوع يا فندم بيشتغل فيه هنا مجموعة، يعني أنا هناك أحد قضاة التحقيق مخصص لأحمد شفيق، المطلوب منه أحمد شفيق ما يطلعش بأي طريقة، ما يرجعش بأي طريقة، يعني ما يطلعش سليم بأي طريقة، حاجة زي كده. حتى إن قاضي التحقيق نفسه يا سيدي الفاضل عليه من البلاغات الثابتة في قضايا ثابتة لا يزيد على 40 بلاغ، ومع ذلك اعتب على وزير العدل انه امر بانه ياخد هذه البلاغات عنده من مكتب النائب العام ويتحفظ عليها وما يظهرهاش للتحقيق. يعني قاضي التحقيق نفسه موصوم ب40 بلاغ في قضايا مقاولين عرب، مش قضايا مقاولين وموالد. ومع ذلك اما يكون قاضي التحقيق ده يدخلني في كل قضاياي وهو مغمض، لما يصدر القرار يكون زايعه في التلفزيون، يكون في البار نيوز، في كل الاجهزه، عشان المطلوب الاعلام، المطلوب الشوشره على اسم احمد شفيق، المطلوب يحط قضايا لا تستحق اطلاقا انها تبقى جنايات ولا الجنح، هناخد بالك تاليف. كل قضيه يسعى لانه يحط اسم البوليس الانتربول الدولي، كله يا فندم بغرض الاساءه لاسم احمد شفيق. هذا القزم حسابه عسير في يوم من الايام، ويكفي انه يجب انه يروح يشوف البلاوي اللي وراه عشان يبرئ نفسه منها قبل العمليه، عمليه اساءه. هذا العهد، هذه المرحله اللي مر بيها مرحله تصيد. احمد شفيق يفضل بره، انا مش هفضل بره، انا بطمنهم راجع في الميعاد اللي هرجع فيه، وهتولى كل ما انا ارغب في توليه في خدمه بلدي، ولن يعوقني عائق ولا اللي بقى يعينه لي قاضي تحقيق ولا غيره. واعتقد ان شاء الله ان الحق بكامله هيظهر للمخلوق في مصر في القريب العاجل. مين يقف وراء قاضي التحقيق اللي حضرتك بتشاور عليه؟ النظام اللي مش عايز احمد شفيق يرجع. نظام ايا كان النظام راس النظام مسؤول، حتى لو هو كشخص مش مسؤول، الا ان راس هذه الفوضى الضاربه في كل ارجاء التحقيقات المسؤول عنها النظام برمته. واذا مش عارفين يطلعوا مين المسؤول يبقى رئيس النظام هو اللي يطلع مين المسؤول. هل وزير العدل ام الرئاسه ام الاخوان؟ وزير العدل اما يجيب قضايا اللي تخص البلاغات اللي تخص قاضي التحقيق ويحفظها عنده ويمنع التحقيق فيها، يبقى ايه؟ وزير العدل اما يطلع الراجل اللي ماسك التحقيق بتاعي اللي انا مقدمه، البلاغ اللي انا مقدمه بخصوص التزوير في الانتخابات الرئاسيه، اما الراجل يتنحى، طبعا يتنحى خشيه الحرج، مش عايز يصطدم مع الرئاسه بتاعته، وبعد ما يتنحى يقبضوا العين شهر ما يتعينش واحد تاني لغايه اما المحامي بتاعي في الجرايد. الموضوع بيدار بمنتهى السوء، نظام مهتز، النظام خائف، وعايز اقول لهم ما تخافوش من حاجه، اللي مقدر لكم هتشوفوه، والمقدر لكم كتير ان شاء الله، قد ما عملتم في مصر هيتعمل فيكم باذن الله. هل هناك من
من يدعم الفريق احمد شفيق، من يجعل من كلام حضرتك دلوقتي انك ستعود في حد واقف ورا حضرتك في ظهرك زي ما بنقول؟ ربنا واقف في ظهري يا اخي، سبحان الله، ربنا واقف في ظهري، والمنطق واعمال العقل والحسابات الدقيقه، كل هذا الهوان اللي احنا بنعيشه الى زوال، وهيشوفوا هيروح مكانه فين. لكن دايما سياده الفريق اتهامات بتشار دايما لحضرتك، سواء من الرئاسه من الاخوان من غيرهم، انه حضرتك بتقود الثوره المضاده وعلى راس هذه الثوره. بلاش لعب اطفال صغيرين، ده كلام ناس ضعفاء وجهله، وليس لهم الا انهم يسوقوا الاتهامات. ثوره ايه اللي هاخدها انا قاعد هنا؟ بالعقل يا ثوره ده زي ما يقول لك احمد شفيق بيصرف على الثوره، بيصرف منين؟ ما تيجي تشوف، ما انت شفت حساباتي، ما انت اطلعت يا سيدي الفاضل في عمليه غير مبرره، اطلعت على حساباتي كلها وعرفت كل مليم ليا في اليمين وفي الشمال بره وجوه. يعني هصرف منين؟ يقول لك احمد شفيق بس ثوره، احمد شفيق بيوجه الثوره، والمعتوه اللي يجي في الاخر يقول احمد شفيق والفريق ضاحي والموساد الاسرائيلي بيمرنوا البلاك بلوكس. تقول لي احنا في زمن غاب فيه العقل وغابت فيه الحكمه وساد فيه الجبن وقله الضمير. سياده الفريق خلينا نرجع للتحقيقات او البلاغات، مين اللي قدم بال 40 بلاغ ضد قاده التحقيقات؟ ايوه يا فندم، ايوه. مين اللي قدم البلاغات؟ الجمهور، مصريين مخلصين. عرفوا البلاغ بتاعته اللي عاملها وتقدم بلاغات، تطلع البلاغات دي يعني وزير العدل مقفل عليها ليه؟ ازاي؟ يعني ازاي التحقيق يكلف بقضايا ويشتغل فيها ويبقى مقفل عليه وزير العدل؟ ليه؟ هل ممكن تبقى بلاغات كيديه مثلا ما فيش ادله فيها، ما فيهاش مستندات، ما فيهاش ورق؟ يا فندم لم يفتح فيها التحقيق، لم يفتح فيها التحقيق. تقول لي ازاي يفتحوا التحقيق ويثبتوا ان مفيش ورق؟ يفتحوا التحقيق. اتحفظت كل هذه البلاغات، حفظت كل هذه، هي مش محفوظه، هي معلقه مقفول عليها. وسحبها ليه يقعد التحقيق؟ سحبها ليه وزير العدل من عند النائب العام؟ ما تعرفش، عشان تبقى بعيده. الجمهور اللي عمال يتلطف على مكتب النائب العام يقول له فين القضايا بتاعتنا؟ فين؟ كل بقى الرد بقى بعد كده والله كلها راحت عند حضرتك. لا احنا حضرتك كان في زمان في برنامج في التلفزيون اسمه البرلمان الصغير، كانوا بيجيبوا فيه اطفال ويخليهم، والله كان برنامج يعني برضه حضاري او بيعلم الاطفال البرلمان بيدور ازاي. احنا في نظام الحكم الصغير، بيدار باطفال في الاداره واطفال في القدره على الفهم، اطفال في كل في التكنيكاليتي، اطفال في كل شيء. هو الزمن اللي احنا عايشينه. هل حضرتك بتدفع ثمن حصولك على قرابه 13 مليون صوت؟ طبعا، لا مش بدفع بس ثمن كده، انا بدفع الثمن ده تحوطا من كشفي للاوراق الكامله بتاعه التزوير اللي حصل، وعم التزوير حصل ازاي، ويعلموا التزوير بتاع المطبعه الامريكيه ازاي، ويعلموا التزوير اللي حصل في اخر مرحله اللي نزل فيها الارقام من 50.7 لاحمد شفيق و49 و3 للثاني، وتحولت النتيجه بقدره قادر. يعلموا كل التفاصيل، يعلموها. ومن هنا طبعا لابد ابقى بشكل خطر عليهم، لابد، لان بشكل خطر، وهذه القضيه اللي ما خلصتش داخليا هتخلص دوليا. وانا اقول هذا الكلام بالمفتوح قدام كل واحد من ابناء الشعب المصري. ايه الادله اللي ليس سعيا لاني اعود لمنصب خالص، مش ما بفكرش كده دلوقتي، ولكن لو حقي المطلق، ولكن القضيه دي هتاخد حقها في المحكمه الدوليه ما لم القضاء المسؤولين عن الموضوع ينهوه على الوجه الاكمل. سياده الفريق، ايه الادله اللي عند حضرتك انه حدث تزوير من 50.7 ل 49.3؟ هل حد بلغ حضرتك ولا في معلومات لدى حضرتك كامله عن هذا الامر؟ لا، عندي معلومات كامله عن هذا الامر. بالورق ولا مجرد كلام؟ الورق والكلام وكل ما تتخيله. حضرتك شفت القضيه الاخيره
القضيه الاخيره بتاعت الاسابيع الاخيره دي اللي اتضح فيها ان في هناك تلاعب من الاصل بقى عميق جدا وضخم جدا في اوائل الناخبين. حضرتك سمعتها؟ كشوف الناخبين. هنشوف بقى دي هتعمل ايه فيهم كمان في هذا النظام المختل، هنشوف. هل حد المجلس العسكري كان بلغ حضرتك بالفعل بالنتيجه وطمن حضرتك قبل اعلانها مباشره؟ ايوه يا فندم. بلغوا؟ ايوه يا فندم. هل زي ما اتقال الفريق سامي عنان؟ لا. مش الفريق سامي عنان؟ لا. هل حد من اللجنه العليا؟ خلاص واحد من المنطقه دي يا فندم. ده ايه؟ ده احد البلاغات. ده احد البلاغات زي ما بقول لحضرتك. البلاغات الخاصه بالتلاعب مش كده؟ البلاغات الخاصه بالنتيجه كانت ايه؟ النتيجه كانت ايه؟ ايوه. اللي هي 50.7 و49.3. دي واحده. ده من غير ما نحسب كل ما اوقف التحقيق فيه، اللي هو التحقيق بتاع المطابع الامريه. وهو تحقيق لابد يوقف اي انتخابات في الكره الارضيه. يعني ما فيش دوله لا متقدمه ولا متاخره يحصل فيها اللي حصل ويستمروا ويقول لك والله ما وصلناش تقرير الاجهزه الرقابيه، ومع ذلك اعتمدوا النتيجه ومشوها زي ما هم عايزين. هل سياده الفريق لما سبت مصر وتركت مصر، هل بناء على نصيحه، بناء على طلب، وانه حضرتك اعلنت قبولك النتيجه وسافرت في اليوم التالي؟ انا اعلنت قبولي النتيجه لاسباب انا اعيها كويس قوي واتفهمها، واما حد بيحب اشرحها له دلوقتي بشرحها له وبيقول لي كان ليك حق. نعم. حضرتك خد بالك. فانا ادري موقفي، واظن خبرتي وتفكيري وكل يعني مارسته يتيح لي اني اقدر احكم على الامر بدقه. كان لازم اقبل بهذه النتيجه ساعتها ونستنى نشوف ظروفي كده ايه. ليه حضرتك كنت لازم تقبل؟ ليه؟ حضرتك الاجابه موجعه جدا دلوقتي. ما الناس لازم تعرف الحاجات الموجعه. انا هقول لحضرتك حاجه. نعم. لو حضرتك دخلت على انا هضرب مثل. يعني ارجو ان كل واحد يفهمه زي ما عايز. لو حضرتك دخل حرامي على ابنك في البيت وهو نايم وفتح الدولاب وسرق منه، وبعدين ابنك صحي من النوم والحرامي بيسرق، حضرتك بتنصحه تقول له اعمل نفسك نايم. اعمل نفسك نايم. لان الحرامي في هذه المرحله، حضرتك خد بالك، الحرامي او الحراميه في هذه المرحله بيبقوا في منتهى التوتر ومفيش اي نيه انهم يتكشفوا. ولو حصل كشف فجائي للحرامي قد يضرب اللي نايم ده وبيصحى باي حاجه في ايده يقتله، علما بان هو لم يكن ابدا يقصد القتل خالص. كل ما هناك انه بيقصد يسرق اللي في الدولاب. حضرتك اذا فاجئت الحرامي في موقف الحرج جدا هيعمل اي كارثه عشان خاطر يخرج من هذا الموقف حتى لو كانت بره حساباته. اعتقد ان انا لو تكلمت في هذا الوقت الحرج لكانت ردود الافعال غريبه جدا. خد عندك البند الثاني. الفيلم اللي كان شغال ويطلعوا مسؤولين كبار محترمين في هذه الجماعه المحترمه ومكتب الارشاد المحترم يطلعوا في الجرايد يقول احمد شفيق لو كسب اما هيبقى للركب في الشوارع. رجل محترم كان المفروض يخش النيابه، مش يجي بعد كده يبقى من الحكام اللي يقول دي تأثر. وده بقى مطلوب عند قاضي التحقيق بره في المستوى الدولي. اما نوصل القضيه لحقوق الانسان ده هيستدعى، لان ده فايوليشن لحقوق الانسان. بتوزع قدام الجوامع اوراق تقول محطه الكهرباء تتحرق والمحطه دي هتتحرق والقناصه هيقعدوا في الشارع يقتلوا المسؤولين والدم هيبقى للركب. كل اللي عمل الحاجات دي هيسال بعد كده، لان ده كان يوقف عمليه الانتخاب، لان دي
ضغط مباشر على ده انت بتعمل على يومين. اما تعمل لي هذه الاجراءات سيادتك. بس المجلس العسكري كان موجود في الوقت ده وما خدش اجراءات. اذا المجلس العسكري، ليه المجلس العسكري ما اخدش اجراءات ضد من هدد بارتكاب عمليات اغتيال وقتل ودماء؟ الحقيقه ما اعرفش بس كان في يعني كل كوادر المسؤولين. انا ما اعرفش. انا بقول لسيادتك كل الكوادر. انا النهارده اما الشعب المصري، هذا الشعب اللي فيه شريحه منه كبيره يعني على درجه من البساطه والرقه في المستوى، ما تيجي تقول لها النهارده احمد شفيق لو مسك بكره الدم هيبقى في الركب. هل الموقف ده نفسيا كان بتاع واحد يجادل ويقول لا ده حقي وتعالوا بقى نأجل وقت؟ اطلاقا. الحاجه الثالثه يا سيدي الفاضل، وقت كان هيكشف، لان الوعود الفضفاضه ومشروع النهضه العملاق اللي كان هياكلنا يعني بغاشه صبح وظهر وبالليل، اللي كان هيعيشنا في الهنا، كان لسه برضه واخد بعقل الجمهور ويعني سارح بافكارهم، خلى الجمهور يديني 13 مليون بس. لكن اعتقد النهارده الجمهور اللي اداني 13 مليون جدلا النهارده انا لو خدت رايه انا هاخد ال 18 وال 20 وال 22، لسبب ان الناس اكتشفوا حقيقه الامر وحقيقه المهزله اللي احنا عايشينها في الفتره السابقه. سياده الفريق، انا عارف حضرتك يبدو ان صوت حضرتك تعبان، هل في مشكله صحيه او حاجه؟ والله عندي برد في الزور كده بقالي يومين، وطبعا الاحبال الصوتيه بتتضايق يعني يعني بتتعرض شويه كده، فقدامي يومين كمان ان شاء الله وكل حاجه تكون تمام ان شاء الله. الف سلامه لحضرتك. والسؤال اللي بطرحه على حضرتك، هل قضيه التزوير في حد بيتابعها هنا او الطعن اللي حضرتك مقدمه، في حد بيتابع هذا الامر في القاهره؟ يبقى حلم من احلام هذا العهد الموصوم بكل لو تخيلوا للحظه انهم هيمروا مر الكرام بالسرقه اللي سرقوها في التزوير، يبقى حلم. ويبقى حلم لو وقف الراجل الكباره اللي وقف في الجرايد يقول احمد شفيق الشارع هتبقى دم، يبقى حلم لو افتكر نفسه نفد بالسرقه بتاعته وجري بيها. كل دول حسابهم عسير يا فندم. العمليه متابعه في الداخل وفي الخارج بمنتهى الدقه. سياده الفريق، انصارك موجودين دلوقتي، هل بنفس الكثافه بتتابعهم، في تواصل، في لحضرتك ناس هنا في مصر، ولا مجرد حضرتك ما مشيت الناس خلاص انفضت من حول الفريق شفيق؟ حضرتك عايز اقول لسيادتك حاجه، ما تنساش سيادتك ان انا ما كانش عندي حزب خالص، ما كنتش باخد تمويل من دولة قطر، وما كنتش باخد من هنا ومن هنا، ما جاليش 50 مليون دولار في الايام الاخرانيه كاش عشان دعم الحمله الانتخابيه بتاعتي اللي الاسئله فيها رسميه في الاجهزه الرسميه اللي بيتكلموا فيها. كل هذه الدوائر اللي كانت بتزق للناس دي ناس يزودوا اصواتهم لم تكن لدي، لذلك حققت اكتر من وهو يعلم ذلك والكل يعلم ذلك. فما بالك اما الامور تبقى على حقيقتها قدام الناس. الشعب المصري الكريم الفقير والغني، والفقير قبل الغني، يعلم ان صوته اتسرق بعمليه تزوير او بعمليه اهداء بسيط حقير بازازه زيت ولا كيلو سكر. سياده الفريق، مين اللي خد فلوس من قطر ومين اللي جالهم 50 مليون دولار؟ الاخوان المسلمين. ليه؟ مش الكونجرس اتكلم في الموضوع ده ولا ايه؟ اتكلم على الجرايد. كلام الجرايد، الكونجرس اتكلم فيها حكايه 50 مليون دي. ايه علاقه الاخوان بقطر ودعم قطر ليهم؟ ايه الاسباب؟ انا ما اعرفش الحقيقه، يسال في ذلك الاخوه هناك ونشوف اذا كان الحاله دي هتستمر ولا لا. الدنيا دول زي ما بيقولوا، او الحياه دول، وهنشوف. في مثل جميل جدا كان يعني ناس اعزائي يقولوا لي
يقولوا لي احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. اذا كنتوا فاكرين انكم راقدين على فلان ولا فلان ولا دولة كذا ولا مؤسسة كذا هتعمل لكم البحر طحينة للأبد، هذا الموضوع هينتهي وهينتهي قريبا جدا، وهتذرفوا الدموع دم على الأخطاء اللي انتوا عملتوها في حق الشعب المصري الكريم. ازاي حضرتك تفكر ترجع وهتدخل السجن بموجب قضاء او احكام وقرارات حبس، وازاي بتفكر في ده؟ انا بفكر في ده لان مفيش ولا قضية انا عملتها تدخلني السجن ولا غير السجن ولا قضيه، لسبب اصل يا سيدي الفاضل مفيش واحد يعني عارف عمل ايه اكتر من الشخص نفسه. اما تكون اتهامات جزافه وتخريف، تخريف ايه؟ تخريف مكلف بيه ناس متهمين، تخريف الاولى بيهم اللي بيخرفوه الاولى بيهم يروحوا يقفوا قدام قاضي التحقيق، مش يوقفوني انا قدام قاضي التحقيق. لن ادخل السجن، مش فتوانا يا ابو حميد خالص، محدش يقف عاجز قدام قضاء، لكن قدام قضاء عادل انا لن ادخل السجن لاني ما عملتش حاجه تدخل السجن نهائي. يبقى خلاص، يبقى اكثر يعني انا الوحيد اللي يقدر يطمن على نفسه، لان انا اللي عارف نفسي عملت ايه وما جالت يداه. اخش ايه؟ اذا كان في شعره واحده تخلي السجن، انا هقول لك انا داخل السجن اسبوع، داخل السجن شهر، ما فيش بند واحد في كل هذا التخريف اللي محطوط اللي معروض على القضاة الجالسين مش هيجدوا شعره واحده تدخلني السجن. يبقى انا اكون واثق ولا ما اكونش واثق يا سيدي الفاضل؟ بس هل حضرتك شفت تصريحات دكتور عبد المنعم مفتوح بالدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره ازاي؟ قراتها ازاي؟ والله يا الدكتور عبد المنعم مفتوح اللي انا شايفه ان على كل الالوان، كل يعني على فترات عامل الفريكونسي بتاعه عالي، من التغيير من هنا لهنا 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 لهنا، اخوان بره، اخوان جوه، الاخوان فوق، الاخوان تحت، الاخوان النهارده حبيب مرسي، بكره عدو مرسي، ده مش فاهم يعني. النهارده هو بيقول ده مرسي مش فاهم حاجه. انا ما اعرفش طبعا، هو يمكن له حكمته في ذلك، لكن انا كل حاجه برجعها للخبره. كل حاجه، شوف حضرتك النفس بتاخده بالخبره اللي انت اكتسبتها، الزفير بتطلعه بالخبره اللي انت اكتسبتها. كل واحد بيصدر تصريح ارجع لكاريره وخبرته وتاريخه، واشتغل ايه ومارس ايه وادار ايه ونجح في ايه فعل في ايه، تعرف منه هو بيتكلم على اساس سليم وعلى اساس هوائي، لانه ليس لديه من الخبره ما يتيح له انه يتكلم. شايف ازاي مواجهه الاعلام والاعلاميين ومحاولات اغلاق قنوات ومطارده صحفيين واعلاميين في مختلف الاماكن؟ الاعلام ابقى وكل الحاجات المسخره اللي بتدور دي عمرها مش هيطول، وهنشوف في الاخر الغلبه لمين. هترجع اخر السؤال قبل الاخير سياده الفريق، هل ناوي ترجع في ظل وجود الدكتور مرسي رئيسا ولا بتنتظر مرحله اخرى؟ بصراحه حسب تقديري لموقف مرسي ساعتها او الرئيس مرسي، قد ارجع وهو موجود، وقد ارجع وهو بره البلد، وقد ارجع وهو في حته هنا ولا هنا، انت ادرى بيها ما اعرفش، لكن انا قرار رجوعي مرتبط بالموقف العام ككل، ليس في وجود مرسي او غير مرسي. شايف حضرتك التقارب المصري الايراني رايح فين؟ والله انا قلت قبل كده في احاديث كتير، ايران على عيننا وعلى راسنا، لكن ايران كان ايران ابن عمي وهو مش ابن عمي، فابن عمي مش اولى من اخويا. خلينا نبص الموضوع بالمنطق وبلاش التصرفات الهوجائيه، وكل شيء باعتدال كويس، لكن خلينا نبص. ده النهارده مكتوب النهارده في كل الصحف، الله يعلم صحيح ولا لا، ان القوات البحريه، هل ده صحيح ولا لا؟ ما اعرفوش لسه. القوات البحريه اوقفت مركب جايبه اسلحه لمين؟ للاخوان المسلمين. للاخوان المسلمين. ده جاي منين الكلام ده؟ جاي من ايران. من ايران. الكلام اللي نزل في كل وسائل الاعلام والعقد على وسائل الاعلام. القوات البحريه اوقفت سفينه جايبه اسلحه للاخوان المسلمين.
عايزين نشوف عايزين نشوف الموضوعات دي كلها ايه. الحاجات يا فندم اللي بتفوتها دي، الزي اللي بيتعمل للجيش، الجيش الحر اللي يقال انه بينشأ في الضفه الغربيه ولا في الجناح الغربي او الحدود الغربيه، الكلام الغريب اللي داير في الساحه المصريه وفي تعتيم على التحقيق فيه. اما اللي انت هتحققوه انت هتحققه في ال 16 شهيد بتوع القوات المسلحه، وانا يعني اربع بالقوات المسلحه انها تنتصر اكثر من ذلك، لان دول رجالتها. واذا مرسي اثر لغرض او لغير غرض في ان هو يبين ايه حقيقه قتل ال 16 شهيد دول اللي قتلوا وهم يفطروا رمضان، يبقى القوات المسلحه بقى اولى باولادها، ولازم هي اللي تمارس التحقيق وتطلع لنا، لان دول ولاد القوات المسلحه. ما دام الاب بتاع كل المصريين عاجز عن انه يطلعها او غير راغب انه يطلع الحقيقه، فابنائهم هم اولى بابنائهم والقوات المسلحه تطلعهم. وهكذا الضباط بتوع الشرطه اللي اتخطفوا ما زال يا ابو حميد ضباط شرطه اتخطفوا وبيجيبوهم سينا ورجعوا بيهم اكثر من سينا، وفي حضور يقال ناس من مؤسسه سياديه امنيه حاضرين بيتفاوضوا عشان ازاي يجيبوا الضباط، ومع ذلك الضباط هو امين الشرطه اللي معاهم، ومع ذلك الاهل السيدات يروحوا عند رئيس الدوله الاب الروحي والمسؤول وكل شيء لكل المصريين، يقول لهم شوفوا حل مشكلتكم ازاي. كنتوا يعني ما معناه لو كان الاحتياج شديد للطلاق اشوفوا لكم ولا حاجه، ده اذا كان الكلام ده مظبوط اللي بيتقال. مهزله دايره. مين اللي فتح السجون؟ مهزله دايره. مين اللي ضرب الناس وكانوا بيقولوا الطرف الثالث؟ فين هو الطرف الثالث؟ مهزله. ما فيش حاجه، ما فيش فساد تم على ارض مصر في السنوات الاخيره دي غير بيد الاخوان المسلمين وتحت اغطيه مختلفه واسس مختلفه. سياده الفريق، هل التقيت الدكتور برادعي وهو لما كان بيزور في الامارات؟ ما يحدث ابدا. ولا حصل اتصالات بينكم؟ ابدا، ولا عمري اتكلمت حتى في التليفون. لا اذا كنت انا مش ناسي حاجه ولا كلمت في التليفون. شايف موقف الدكتور برادعي ازاي؟ والله انا ما اعرفش، هو اللي انا يعني هو شوف حضرتك طلع في خلاف داخلي في الاول، هو يسبق اي حاجه، لان الخلاف في الخليه الصغيره يجب ان حله يسبق الخليه الكبيره. هم واضح ان في مشكله عندهم في الحزب، واضح ذلك. انا ما اعرفش ابعادها ايه، ما اعرفش هل مشكله ابعادها سياساته ولا ابعادها خلافات داخليه، ما اقدرش اعرف. ولكن يعني انا في الحاله دي بقول ويت اند سي، ولا استنى اما اشوف ايه اللي بيحصل. بس حاجه تانية برضو، طلع مره اخونا الفاضل واربى بيه انه يكرر حاجه زي كده تاني، ايمن نور طلع مره بيقول احمد شفيق ابو حامد راح له الامارات اداله فلوس. انا لا اوثق فلوس، لان انا شخصيا لا املك مليم اديه، ومحدش بيديني مليم اعطيه. كلام راجل لشعب محترم بيثق في الرجال، ليس لدي مليم اعطيه. عشان كده كل دي مسخره تتقال. وبعد كده يرجع تاني برضه ايمن نور يقول احمد شفيق طلب يقابلني، وانا قلت على شرط يقابلني في ميدان التحرير. الله، احنا اتجننا ولا ايه؟ يعني في نفسه في الدماغ. احمد شفيق بتاريخه هيطلب يقابل ايمن نور؟ طبيعي يطلب ايمن لو هو طبيعي، لكن ايمن نور اللي هو من عدم طبيعيته يقول على شرط يجي يقابلني في ميدان التحرير. بداية التحرير ايه يا جدع انت وهو؟ بداية التحرير ايه اللي جاي فيه؟ يعني ازاي كيف يصل بينا لناس مفترض فيه انهم ناس ساسة ويعني بيديروا امورهم السياسية بعقلانية، ان يصل بينا الى هذه الدرجة؟ سيادة الفريق، مصر رايحة فين؟ وشايف هل القوات المسلحة وضعها ايه الان؟ حضرتك تقرأه ازاي بصفتك قائد عسكري سابق؟ مصر كانت رايحة في داهية والعياذ بالله، ولكن فرص الداهية تضاءلت لان فرص خروج الاخوان تزايدت. واضح الكلام يا فندم؟
واضح كلام. بشكر حضرتك الفريق. شكرا لحضرتك الفريق أحمد شفيق يتحدث إلينا من دبي.